اللي على راسه بطحة ايه بيحسس عليها. مثل مصري شعبي بنستخدمه كتير جدا، بس عمرك سألت نفسك جه منين؟ تعال احكي لك. الحقيقة أصل المثل اللي على راسه ريشة مش بطحة، والقصة بتعود لأحد القرى المصرية القديمة زمان، لما واحد من مربي الدجاج اتسرق منه الدجاج بتاعه. فراح الشخص دوت لشيخ القرية اللي هو كان بيعامل زي القاضي للقرية كده ساعتها، وطلب منه انه عاوز حقه. بس طبعا الراجل لا يعرف مين اللي سرق منه ولا عنده دليل، فكان العثور على المتهم حاجة صعبة جدا. بس الراجل كان ذكي، طلب من الشيخ يجمع اهل القرية كلها للتحقيق في مكان واحد. وبعد ما الناس اتجمعت عشان تعرف ايه اللي هيحصل، بذكاء من الراجل قال للشيخ قدام الناس ان الحرامي على راسه ريشة من الفراخ اللي سرقها. فراح بسرعة الحرامي محسس راسه قدام الناس عشان يشيل الريشة ديت، وطبعا ما كانش فيه ولا ريشة ولا حاجة، بس قدر بذكائه يفضح الحرامي قدام الناس. وفعلا بعد التحقيق قدروا ان هو يرجعوا الفراخ لصاحبها ويتأكدوا ان هو ده الحرامي اللي بجد. ومن ساعتها الناس ابتدت تستخدم المثل، وتحول كمان لنسخته الحالية من ريشة لبطحة، والبطحة هو الورم اللي في الجبهة والمقصود بيه علامة ظاهرة على المذنب، فما زالت بتوصل نفس المعنى وبس كده. ومن ساعتها اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.